السلام عليكم، أنا أيمن محمد، وإن شاء الله النهاردة في فيديو جديد هنتكلم عن الاستثمار في العقارات عموما وفي العاصمة. طبعا احنا عارفين إن البلد عموما في كل مجالاتها بتعيش فترة زيادة الأسعار فيها سريعة جدا، اللي هو الحاجة النهاردة ب10، بكرة بقت ب12، بعده بقت ب15. فما بقاش فيه فرصة شوية للتفكير. بقت حتة الاستثمار شوية بتخوف إن أنا الزيادات سريعة جدا. فانا ممكن بادجتي، انا النهارده بفكر مثلا في العقارات في مكتب بمليون، فجاه المكتب ده بقى بمليون 100، مليون 200، مليون 300. فانا عمال يا البادجت بيعلى عليا، او ان انا بدل ما هشتري 50 متر لا بقيت بشتري 40، بشتري 30. فطبعا زياده الاسعار احنا عارفين ان هي خلت الكل متردد ان هو يشتري، خلت اللي اشترى عنده شويه تخوفات. هل فعلا هقدر ان انا اكسب؟ هل الشركه هتقدر تبني؟ والكلام ده احنا كنا اتكلمنا عليه وقلنا ازاي ابقى مطمن من النقطه دي لو انا لسه بشتري. مع جو الزيادات ده ايه الشركات اللي انا اروح لها وازاي ان انا اروح لها. والنقطة الأساسية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي نقطة زيادة الأسعار. إن إحنا عارفين إن الزيادة دي خلت الناس كلها مترددة، اللي بيشتري يا ترى أنا هكسب ولا لأ؟ طب يا ترى الأسعار كده مناسبة ولا لأ؟ طب في حدود البادجت بتاعي هل هقدر هلاقي اختيارات ولا مش هلاقي؟ بس أنا من رأيي إن زيادة الأسعار دي ممكن تبقى مكسب. مكسب لطرفين، أول حاجة للطرف اللي بيشتري، تاني حاجة للطرف اللي اشترى بقاله فترة. ودي نقدر نستغلها في حتة الريسيل. ازاي نستغل الريسيل بطريقه صح، سواء انا بشتري سواء انا ببيع، عشان اقدر اطلع كذا. وازاي اعمل الريسيل اصلا، وامتى اروح للريسيل. دي النقطه اللي احنا لازم نتكلم عليها ان شاء الله النهارده. اول حد هنتكلم عليه اللي اشترى، اللي هو خلاص اوريدي اشترى وعنده وحده عقاريه في العاصمه بقى لها فتره، عدى عليها فتره ودفع مقدمها وقسطها. طبعا لو انت مشتري من فتره اللي هي اقل حاجه سنتين ل3 سنين، فانت طبيعي ان حصل زياده في سعر الوحده بتاعتك من 80% ل 100%، ويمكن ازيد كمان شويه. الاسعار زادت بريت كويس قوي، بسبب بقى ظروف التعويم، بسبب الوقت اللي عدى، بسبب ان العاصمه طبيعي ان فيها زياده دوريه في الاسعار. فاحنا اوريدي ضامنين ان سعر الوحده بتاعنا زاد لو انا مشتري من سنه ل3 سنين، لان دي المده اللي ممكن افكر اعمل فيها ريسيل. لكن ما بقاش لسه مشتري من شهر او شهرين واقول انا هعمل ريسيل حتى لو الاسعار زادت، لان الموضوع شويه هيبقى صعب، لان ليه حسبه هنفهمها واحنا مع بعض دلوقتي. طبعا لو انت مشتري من فتره، من حوالي مثلا نقول من سنه ل3 سنين، فاحنا بنتكلم ان حصل زياده تقريبا متوسط من 60%، اقل حاجه قوي توصل لغايه 100%. يعني انا بتكلم لو مشتري مثلا وحده سعرها 2 مليون جنيه، فمتوسط لو حسبنا على اعلى زياده هيبقى سعرها النهارده 4 مليون جنيه. فدي طبعا زياده كويسه جدا. ان الوحده من 2 مليون يبقى سعرها من 3 مليون ونص او 3 مليون 200 لغايه 4 مليون، فده ميزه كبيره تطمني ان انا وحدتي كسبت. وخصوصا ان انا مش دافع 100% من ثمنها، انا ما دفعتش ال 2 مليون كلهم. انا لو مشتري من 3 سنين فانا تقريبا هبقى دافع حوالي 40% من سعر الوحده. يعني لو الوحده ب 4 مليون هبقى دافع 800 الف، دافع مليون جنيه. والوحده نفسها زادت حوالي 2 مليون جنيه، فطبعا ده مكسب حلو جدا. بس هل ده المكسب ال 2 مليون اللي زادت، هل كل ده المكسب بتاعنا؟ طبعا لا. لو حبيت اعمل ريسيل ما بيبقاش ده المكسب بتاعي. ليه؟ لان ما ينفعش ابيع بنفس سعر الشركه. يعني لو انا النهارده كنت مشتري ب2 والشركه بقت بتبيع ب4، ما ينفعش اروح اقول انا هبيع زي الشركه. لا، لازم بنزل عن الشركه شويه عشان اقدر ان انا ابيع. فبالتالي بيبقى هو ده هامش الربح بتاعي. ليه ما بقدرش ابيع بنفس سعر الشركه؟ لان الشركه بيبقى عندها تسهيلات اكتر، بيبقى عندها عدد وحدات اكتر، التسويق بتاعها اقوى. يعني الشركه لو عندها المكتب ب4 مليون، هي ممكن بتاخد مقدم بسيط 10% اللي هو حوالي 400 الف، وتقسط 7 سنين، 6 سنين، 8 سنين. عكس ما انا لو هبيع، انا دافع 800 الف في المكتب، فدول انا هاخدهم. انا في هامش ربح زاد اللي هو هنقول مثلا حوالي مليون ونص انا عايزهم. فانا كده بقيت طالب من اللي جاي يشتري مني حوالي 2 مليون، 2 مليون ونص طالبهم كمقدم، وهقسط له الباقي على 4 سنين ولا حاجه، اللي هي المده اللي باقيه لي من فتره السداد بتاعتي انا. فطبيعي نظامي مضغوط عن الشركه في المقدم، مضغوط عن الشركه في فتره السداد. ما عنديش اختيارات، هي وحده واحده اللي موجوده عندي. عكس الشركه، قوه التسويق بالنسبه لي مش هتبقى زي قوه الشركه، فدي عوامل كلها لازم احسبها. فبالتالي لازم افرق عن الشركه شويه، لازم سعري يكون اقل من الشركه. ده النقطه اللي انا بقدر عن طريقها تسهل لي الامور في الريسيل. يعني تقريبا انا بتكلم هامش الربح اللي يبقى مرضي بالنسبه لي كحد ببيع وحده ريسيل من 30% ل 50% من الزياده دي. يعني لو انا مكتبي 2 مليون، وصل سعره ل 4 مليون، فبالتالي انا هاخد من ال 2 مليون الفرق دول
50%، اللي هو هاخد مليون جنيه ربح. ساعتها ده يبقى رقم كويس جدا، هاخد 600,000 700,000، اللي هو في نطاق نقول من 30% اقل حاجه ل 60% من فرق السعر اللي حصل. ده اللي انا ازوده، وساعتها يبقى الموضوع منطقي شويه، وهقدر ان انا ابيع واقدر ان انا اكسب من المكان. وطبعا دي مش حسبه ثابته، الحسبه دي بتختلف حسب عوامل كتيره قوي. يعني لازم نحط في حساباتنا انا مشتري امتى، اللي مشتري من سنه مش زي اللي مشتري من 3، انا مشتري بكام، فرق السعر اللي حصل قد ايه. يعني ممكن يبقى واحد مشتري ب 2 مليون المكتب بقى ب 3 مليون، واحد مشتري ب 2 مليون المكتب بقى ب 5 مليون. فلا، في فروقات دي لازم نحطها، فرق السعر اللي حصل. انت دافع كام من سعر الوحده؟ انت ممكن تكون واخد الوحده كاش، فانت بالتالي اللي جاي لك عايز يدفع الفلوس كاش. انت واخد تقسيط طويل قوي 10 سنين، فانت لسه عندك فتره سماح او فتره سداد. انت واخد تقسيط مضغوط 4 5 سنين، فباقي لك سنه سنتين من السداد. وطبعا بعد العوامل دي، تميز المنطقه نفسها اللي انا مشتري فيها، تميز المشروع، تميز الوحده اللي انا مشتريها، دي كلها عوامل لازم ان انا ابني عليها. ففي المجمل طبعا عشان اقدر اعمل الحسبه دي وتطلع فعلا صح، وابقى عارف انا اقدر اكسب كام من المكان واقدر ابيعه، ايه المكسب اللي يخليني اقدر ابيعه وفعلا يجي لي، مش مجرد كلام على ورق. لازم اكون معايا شويه معلومات. يعني مثلا السعر الحالي بتاع الشركه كام، ايه الخصومات اللي الشركه عاملاها، يعني الشركه بتدي خصومات الفتره دي ولا لا، انظمه السداد اللي الشركه شغاله عليها، الوحدات اللي متاحه في المشروع هل كتير هل قليل، تميزها ايه. فدي شويه نقط لازم تبقى متوفره معايا عشان اقدر اعمل الحسبه صح، واقدر ان انا فعلا ابيع. وطبعا عشان اعمل ده محتاج يبقى معايا حد في السوق، حد خبره، حد يقدر يجيب لي المعلومات دي، حد يقدر ان هو يشوف الشركه اللي انا مشتري فيها بتبيع في كام، بكام المنافس ليها بيبيع بكام. ممكن تبقى شركتي سعرها زاد، لكن في منافس سعره زي زي السعر القديم اللي انا اشتريت بيه جنبه بنفس التميز، فبالتالي برضه هيبقى الرسيل صعب. فشويه النقط دي لازم ما اهملهاش خالص. فعشان كده الحسبه دي من الاساسيات اللي لازم اعملها قبل ما ابدا اعرض الوحده للرسيل. وعشان اعملها طبيعي لازم يبقى معاك مستشار عقاري هو موجود جوه السوق، موجود وعارف التفاصيل ويقدر يعمل لك الحسبه وتوصل للسعر. والله لقيت ساعتها المكسب منطقي، المكسب اللي هيخليني اعرف ابيع منطقي، خلاص اشتغل على الرسيل. لقيته لا مش منطقي، مثلا انا دافع مليون جنيه ولقيت هكسب عليهم 200,000 جنيه، ملهاش لازمه. لكن دافع مثلا الطبيعي ان انا لو دافع مثلا في وحده مليون، فنكسب قصاد المليون مليون زيه لو عدى عليا مثلا 3 سنين ولا حاجه. تقريبا ده الرينج بتاعه، وده اللي بيحكمه زياده الاسعار. يعني مش معنى ان انا دافع في مكان مليون ان انا خلاص لازم اكسب مليون زيه. ممكن يكون المكان ما حصلش فيه الزياده اللي تخليك تكسب المليون زيه على مدار ال3 سنين، ممكن تبقى الزياده اللي حصلت تخليك تكسب اكتر من المليون. فكل ده عشان نعمله لازم حد فاهم في الحته اللي انت هتبيع فيها ويقدر ان هو يساعدك في ده. وطبعا بقى النقطه الاخيره، ان لازم اللي بيبيع واللي بيشتري الاتنين يعملوا حسابهم في نقطتين. اول حاجه التنازل اللي بيدفع في الشركه، لان ده ممكن امشي في الحسبه كلها وما اعملش حسابي ان ممكن في شركات بتاخد 5% تنازل، شركات بتاخد 2%، شركات بتاخد 10,000 20,000، شركات ممكن تلاقيها 10% على حسب كل شركه. فلازم اعرف قيمه التنازل هتبقى كام بالظبط، لازم اعرف نسبه العموله بتاعه البروكر، لان البايع بيدفع عموله والمشتري بيدفع عموله، فنسبه العموله كام واعمل حساباتي فيها. النقط دي كلها هتاثر عليها في السعر، لان دي فلوس انا بدفعها اوريدي. لازم احط ده في الحسابات سواء انا ببيع او سواء انا بشتري، عشان اشوف هل انا فعلا كسبان ولا لا. وطبعا الرسيل زيه زي اي حاجه، ممكن ان انت كمشتري او كبايع تكسب منه وتطلع مبسوط سواء انت بعت او اشتريت، وممكن برضو للاسف تخسر منه وتقول انا اتسرعت في البيع وكان ممكن يجي لي مكسب احسن، او تقول انا اتسرعت في الشراء وكان قصادي وحدات اميز او قصادي حاجات احسن في السعر او احسن في انظمه السداد. فعشان كده انا بنصح الكل ان لازم تحسب امورك صح وتتاكد ان انت فعلا بتحط استثمارك في المكان المضمون. في الاخر انا اتمنى ان كل اللي بيستثمر في العقارات يبقى استثماره كويس ويوصل لاحسن اختيار ويقدر فعلا ان هو يكسب منه. ولو انت داخل في الاستثمار العقاري وحابب اكون معاك انا وفريق المبيعات، سواء انت بتشتري وحدات ريسيل، بتبيع وحده ريسيل، سواء انت عايز تشتري من الشركه مباشر وتشوف ايه العروض اللي موجوده النهارده في العقارات في العاصمه او التجمع الخامس، كلمني او ابعت لي على الواتساب، وان شاء الله هنبقى معاك خطوه بخطوه نوصلك لاحسن طريقه للاستثمار.